والمشهد مهيب ورب الكعبة، والنار تحت الصراط عمالة تصفر وتزمجر. طيب يا ترى آخر واحد يمر على الصراط مين؟ تعالوا نختم به الحلقة الليلة دي. آخر واحد يمر على الصراط، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال: آخر رجل يدخل الجنة يمشي على الصراط مرة وينكفئ مرة وتسفعه النار مرة. عايش الوصف النبوي الجميل ده. آخر واحد هيدخل الجنة، آخر واحد في الأمة، ماشي على الصراط، يمشي شوية وينكفئ شوية، يقع شوية، سبحان الله، والنار تطوله شوية تالتة، يمشي مرة وينكفئ مرة وتسفعه النار مرة. انت عايش الموقف بقلبك وعقلك وكيانك، يا الله، وبعدين ربك ينجيه، سلام. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا ينجيه فيعبر الصراط، خلاص عبر، نجا، ينظر كده إلى النار من خلفه ويقول لها إيه؟ ويقول إيه؟ قل تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين من خلقه. والمسكين آخر واحد، لا إله، بس فوز عظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فوز عظيم ورب الكعبة، هو ده الفوز الحقيقي. سبحان الله. اسمع بقى كده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فترفع له شجرة. الله، شجرة بقى، مش من غرسك انت ولا من غرس البلدية، لا 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 لا، من غرس رب البرية. يا الله يا الله، عشان ما تسرحش، ما فيش شجرة في الجنة إلا وساقها من الذهب الخالص. وضع تاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمشي الراكب في ظل شجرة في الجنة. الراكب مش واحد ماشي، لا، راكب بيجري على فرس بيجري، يمشي في ظلها 100 عام. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وظل، أيوة، ممدود، وظل ممدود. سبحان العزيز الودود، سبحان الغفور الودود سبحانه وتعالى. اسمع، بقول فترفع له شجرة. هذا هو كان لسه هناك بتعطرس على الصراط بلغتنا، يعني بلهجتنا بتعطرس على الصراط، وربنا اللي نجاه جل في علاه. فيعدن ربنا يرفع له شجرة، فيقوم العبد يسكت كده، وبعدين يطمع بقى في كرم الملك، في كرم الكريم، فيقول يا رب، يقول اللهم أدنني، يعني قربني يا رب من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فرب العزة يقول له، يكلمه، يا الله يكلمه، يقول له: عبدي لو أعطيتكها تسألني غيرها؟ طب لو قربتك منها يعني هتسألني حاجة؟ تقول لا وعزتك لا أسألك غيرها. ويعطي ربه من العهود والمواثيق، مش هيسأل حاجة، ده كان هيقع، كان هينزل جهنم والعياذ بالله. وبعدين شجرة من شجر الجنة، لا، ده نعمة كبيرة، ده رحمة عظيمة. يقول له: وعزتك لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. اسمع، شوف النبي يقول إيه: فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. الله، النبي قال عبارة في غاية الرقة، يقول: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. الله أكبر، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. سبحان الله. شجرة تانية بس أجمل من الأولى، فالعبد يسكت لكن عمال قلبه معلق، يا رب أدنني من هذه الشجرة، قربني من دي، الشجرة دي أحسن من اللي فاتت دي، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، ما أغدرك، في بعض الروايات ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سأل؟ قل: وعزتك لا أسألك غير، هي دي وخلاص، مش هسأل تاني، مش ممكن أسأل تاني. فيقربه الله عز وجل منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. اسمع التالتة دي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول:
فترفع له شجرة عند باب الجنة. يا خبر أبيض، عند باب الجنة ده وضع تاني بقى. فيسكت العبد ما شاء الله له أن يسكت، وبعدين مش قادر يصبر. رب النبي يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيسكت. وبعدين يا رب يا رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟ قال وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقربه الله عز وجل منه. الله أكبر، ده على باب الجنة، نظر إلى الجنة، يا رب اجعلنا من أهلها، فيرى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم. فيقول العبد هاي ربي أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. اسمع رب العزة يقول للعبد عبدي ما الذي يرضيك مني؟ يا الله، ايه اللي يرضيك؟ انت عاوز ايه؟ ما الذي يرضيك مني؟ أترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها معها؟ تحب يكون ملكك في الجنة زي ملك الدنيا ومثلها معها؟ فيقوم العبد يقول له أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ يا الله، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ الراجل هيقع في جهنم والعياذ بالله. وبعدين ربنا يقول له أترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها معها؟ يقول له أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. ضحك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنا كذلك أمتثل وأستن بابن مسعود وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك عبد الله بن مسعود ثم قال لأصحابه لما تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ضحك رسول الله وقال لأصحابه أتدرون مما أضحك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أضحك من ضحك رب العزة من عبده. يا الله، أضحك لضحك رب العزة من عبده. إذا قال العبد أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال فيضحك رب العزة من عبده ويقول له أنا لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر.